خلينا بقى نفكر في التمثيل اقول لك، انا كنت بحب الضحك، ولكن عشان الناس اللي بيضحك اصحابه مش شرط يبقى ممثل كويس. صح. ده موضوع ماشي. بضحكات الشارع والشله ولا وكده. ماشي. بس انا من زمان جدا بحب الاحظ، ودي حاجه مهمه جدا جدا في الممثل، الذاكره البصريه الفوتوغرافيه. ان الموهوب او اللي عنده حاجه بيشوف الحاجات غير الانسان العادي. فانا كنت دايما القط، اخرج مع بابا مثلا القط حاجه كاركتر، بس انا جوايا، بس انا بقى ايه، ما بقولش. يعني انا افتكرت ان كنا بنطلع فوق السطوح بيتنا لما تيجي نمثل، يقول لي نمثل ايه يا ابن انت عبيط ولا ايه كده. لحد ما جيت انا قلت لك دخلت المعهد، وبقى بقينا في سنه رابعه في مشروع تخرج زي الانسان الطبيعي. طبعا امتحانيه اشترينا مشروع التخرج وسقطنا برضه. بقى ممتحين. ما انت اشتريته، ما ذاكر، راح اسالك الراجل، ما هيسالك اول 5 جمل عرف ان احنا حراميه. طبعا. شكرا حكمت المحكمه حضوريا باعاده السنه. انت بتعيد السنه على المشروع. يعني المفروض المشروع اللي يخرجك. عدت السنه طياره ورق، انت بتطير طيارات اوكي في السنه، ما بتعملش حاجه على المادة على البرونزي. اوكي. وسرقتوها برضه ولا لا؟ سرقناها تاني سنه، ما انا هقول لك، بس ذاكرناه بقى امتحانيين. اوكي. المهم فجينا، فانا صايع بقى اجي لصاحبي، ايه يلا بينا رحلات، يلا مش عارف ايه، برضه على قدنا. فكان هم بيحبوني الحمد لله رب العالمين. انا ايه، معظم الناس يعني كلها بتحبني يعني معظمهم، انما في طبعا في ناس بتكرهني برضه عادي. فضحكوا شقلبه كان لدرجه ان هم يعملوا الرحله، يقول لك ده احمد فتحي واصحابه ايه جايين، بتتقلب بتشوفوا فيها هوا طبعا. فالمهم في مره صاحبي فقال لي على فكره ده في هنا فرقه مصر. قلت له يا عم مسرح وبتاع. قال لي طب ما تيجي تمثل معايا. مثل. جات لي بقى. اوكي. وعملت اول روايه في حياتي، كانت انت حر بتاعت لين الرمل اللي عملها طبعا. محمد صبحي. طبعا. وابويا رحمه الله عليه جه اتفرج عليا من غير ما ايه يقول لك. قال لي انت موهوب بس لازم تدرس بقى. حلو. ورحت داخل. بدات حقبه اداب مسرح دراسه الفن الاكاديميه يعني. برافو. الله يخليك. حنينه برضه، بس كنت بحب التمثيل بقى. طب دي الحاجه بقى اللي انت بتطلع فيها فتحي كل برونز. برونز. عمل ايه بوم